يا ستي بيجي ناتي، ما اختلف ولا شيء. I am أديقة، وراح أعيش أديقة وأموت أديقة. والشعب اللي ما بيفتخر بنفسه وما بيعمل شعر لنفسه وما بيعمل تخليد للناس تبعونه، سواء كانوا فقراء ولا أغنياء ولا فرسان ولا كتاب ولا وات ايفر، حضارته ناقصة. الحماس اللي انت عم بتشوفيه حماس وقوده، ناره اللي بتخليه يغلي. بجوز ماي لاست كارت، او بالاحرى اخر ورقه بلعب فيها بشخصيتي، بوجودي، انه ما ضل عندي ولا شيء. اوكي، بضلني ماسك الفلكلور تبعي. انا ادقه، يعني اضعف الايمان بسموها. بتهيألي بتنولد مع الشخص، اي شخص، بقدر شو بسمع من تيته ومن جده ومن الناس اللي اجوا وحكوا. فبصير في مخيلتنا واحنا اطفال انه اوكي، في جبال حلو، في ثلوج، في كلاب ضخمه، في خيول سماويه، في سوسرقه اسطوره تبعنا. فهذه كلياتها سواء الرقص او الموسيقى. بعدين في الورد. الورد هو الاغاني الشركسيه القديمه اللي فيها التراث اللي محكي من 10,000 سنه و5,000 سنه و4,000 سنه كاساطير. وشعب عنده اساطير لا يموت، لا يموت. سوسروقة بطلنا هذا الوطني، ايوه، شو قصته هذا؟ والله يا علي، هذا انت بتعرف ناتسوسرقة من اعظم شخصيات الاساطير الشركسيه، وهو بنتمي لقبيله النارتيين، والنارتيين كلها قبيله ابطال عندهم قوى خارقه. هو حتى يعني خلقه غريبه القصه، وبتبلش بأمه. أنت بجوز بتعرف عن ستانيه. ستانيه أحلى امرأة في قبيلة النارتيين، وبتكون رايحة تغسل على عند حد النهر، وهي بتغسل بشوفها راعي البقر، وكتير بعجب فيها وبوقع بحبها وبشهيها كتير، ومن شدة إعجابه فيها ببلش يبكي. وواحدة من دمعاته بتوقع على حجرة جنب ستانيه، فهي بتاخذ الحجرة بتحملها وبتحطها بقطعة قماش، وبتاخذها وبتحطها بالموقد بالبيت، وشوي شوي بصير طفل بتكون جوا هاي الحجرة من الدمعة تبعته. وبيقولوا إنه ستانيه أمه غير إنها كانت يعني جميلة الجميلات، كانت كمان ذكية وكانت حكيمة، وكانوا النارتيين يروحوا يطلبوا منها المشورة والنصيحة، بس كمان بيقولوا إنها كانت ساحرة. ففي كتير قصص بتقول إنه هو دهاءه والخدع اللي كان يستعملها كانت بمساعدة من أمه وبإلهام من أمه. أمي رسمية علي مرزا. أمي على فكرة مش من عشيرتنا، هم بسموا حالهم يرون وأستين. لغتهم شوي تختلف عنا، وهم لكن من شعوبنا نحن يعتبروا حالهم. وهي اجت من تركيا على فكرة. هي شهر عسلها قضته في الجبهة مع الوالد. كان أيام حرب 48، وأبوه ينتقل من معركة لمعركة، وهي بالخيمة تعلمت تطخطخ على الرشاشات قبل ما تتعلم تتكلم عربي وشركسي. فهذا التاريخ الحلو لرسمية، وهي الصور هاي بتمثل جزء من تاريخ العيلة. هاي مثلا الصورة هاي فوق المرحوم عم أبوي محمود، كان يسموه طاسة. هذا محمود كان عبارة عن واحد من أساطير الأردن. هو اللي أسس
النظام. هو كان يخوفوا الأطفال باسمه محمود، بس هيك النسوان بدهم يخلفوا أولادهم يحكوا اسم محمود هلأ بيجيكوا. فمحمود كان مشهور بتاريخه، بشواربه. شواربه كان عاملهم زي خمستين، وكان رقمه بالجيش 55. أول ما تأسس الجيش الأردني دخل فيه ورقمه 55 وباروته 55 وسرجه 55، وهو اللي أسس الحرس الشركسي في الديوان الملكي. فهاي كمان جزء من تاريخ عيلتي، من تاريخ الشركس في الأردن. شكرا لك انك خلفتيني، خلفتيني بالشقلوب يما، وطلعتيني من ولا انا جيت بالشقلوب؟ كان واجب علي. بس انت لابد انك تعترفي اني انا ابنك المحب الاحب. ما في شك. انا ابوي بحياته ما عبطني، بحياته ما قبلني. حسب عاداتنا وتقاليدنا بيقتلوا إشي اسمه عاطفة. الشركس ممنوع يكون عنده عاطفة. حسب عاداتنا العاطفة هي إشي مكروه، لأنهم حربجية رايحين على الموت أي لحظة، بيقدروش يكون عندهم عاطفة. فبيقضوا هالعاطفة بالتربية. تربيتنا تربية مركزة إنه يشيلوا العاطفة من قلب الأب والابن. فيش بيناتهم كونتاكت، فيش بيناتهم عبط، فيش بيناتهم أب يبوس ابنه. أمي كانت لما بدها تشتاق تعبطنا تبوسنا تدخل على الغرفة تسكر الباب تعبطنا. لهالدرجة كان الوضع شركسي، ولهالدرجة الوضع تغير. يعني أنا ابني بشمشم فيه، بعبط فيه، ببوس فيه، بحط محبتي إله زي ما أنا بشوف إنه لازم تكون. وشو بشتاق لأبوي، إنه هالإنسان هذا اللي ما صح ليش أعبطه. صعب يعني. هالدمعة هاي غالية، هاي الدمعة بتنزلش بالهين. لكن هيك نحن متغير قاعدين، نحن بنروح من حالة لحالة، نحن نتطور قاعدين في هالحياة. بس هو الحلم بتبلور ايمتى؟ بتبلور لما تنط ال50. انه اوكي انا اردني شركسي، قدري انه يكون في عندي شقيقين توأم، اردن وقفقاسيا، انولدوا من رحم القدر تبعي. ما اقدرش اقول الاردن او قفقاسيا. This is a very difficult question. الاردن وقفقاسيا مع بعض together. الاردن اعطانا، مش معقول ننساه. الاردن مثل ما بقولوا اعظام اجدودنا موجوده في الارض تبعه. اوكي انا بالنسبه لي حاب اعظامي انا تكون في قبر في قفقاسيا، هذا حلمي. ب 98 صاحب السمو الملكي الامير علي حكى لنا انه يلا بدنا نروح على القفقاس بالخيل. فكانت مفاجاه لنا، يعني شوف كيف بدنا نروح على الخيل وكيف بدنا نركب وكيف بدنا، يعني اكيد هيز جوكينج يعني، وكيف بده يوافقوا. معقول يعني الملك حسين شو بده يحكي؟ بعدين حكى ام سيريس، يعني هذا الموضوع اكيد 100%. انه سيدنا حكى ليش لا نطلع، تتدربوا بتركبوا خيل. دربنا سنتين قبل ما قدرنا نجهز حالنا، لانه الرحله اخذتنا 45 يوم. فركبنا وطلعنا من هون، مرقنا كل سوريا، بعدين تركيا.
بالنسبه لنا كثير مهم انه نحن شركه اسم الاردن عندنا الحريه هون نسوي كل شيء بدنا اياه، ورايحين لتلك المنطقه هم ممنوع عليهم يسووا هالشغلات، وبدنا نساعدهم انه احنا عاملين علم عنهم وفخورين وهم ورانا. يعني كانوا بالالاف يمشوا ورانا كل يوم ويوم، بالالاف معنا بالسيارات، اللي بيطلع بالخيل، اللي بيطلع بسياراته، يطلع بدراجه يلحقونا وين ما نروح. كل شركه سي بتسأل يعني الارض اللي طلع منها قبل 140 150 سنه بده يرجع لها، بيقدر يرجع لها. ففي عنا دائما هذا التساؤل موجود، ناس مع مطالبين دائما انه لازم نرجع، وناس بيحكي لك لا نحن خلاص صرنا متعودين على المناطق اللي عشنا فيها وصرنا من اهل البلد اللي عشنا فيها، فمش رح نقدر نرجع او ما رح نقدر نعيش مع سيستم جديد. أنا بحب أرجع للقوقاز لما تكون القوقاز تحت الإرادة، أو الجزء اللي بتعلق بشركس تحت الإرادة الشركسية، بما معناه إنه أنا بدعو من الناس اللي بدعوا لاستقلال شركاسيا. ثقافتنا، حضارتنا، لغتنا، الفولكلور تبعنا ما ممكن يكون لهم حياة طويلة الأمد بدون ما يكون في استقلال شركسي. التاريخ اللي بيعرفه المجتمع الشركسي اللي خارج روسيا بيختلف كلياً عن التاريخ اللي بيعرفه الشركس اللي في روسيا. فعلاً روسيا غلبتنا في الحرب، بس لما شعب بنغلب بالحرب ما بيهاجر بلده. الألمان انغلبوا ما تركوا بلدهم، اليابان انغلبوا ما تركوا بلدهم. طيب كيف احنا تركنا بلدنا؟ أنا بحكي لك شو صار. كان في الروس، لا يعني حقيقة واقعة، الروس بدهم القفقاز، بدهم الأراضي. في هذيك الأيام، أيام الإمبراطوريات، احتلوا أراضينا، بس حطوا علينا شرط للشركس. الشركس الغربيين أنا اللي عم بحكي عنهم، قالوا لهم لازم تنزلوا من الجبال لأنه ما بنقدرش نعمل كنترول عليكم في الجبال، وفعلا صعب. أعطوهم أراضي في السهول، تفضلوا اسكنوا في السهول. بس قبل ما يصير الحكي هذا كان في شيء اسمه مبشرين عثمانيين، الدين الإسلامي، كانوا يبشروا بين الشركس إنهم يهاجروا للبلاد الإسلامية. كان بدها محاربين، بدها جنود لجيوش. هلا كان عندها حروب كثير في البلقان وفي أمكنة كثير في هذاك الوقت، وبدها الشركس معروفين انهم محاربين، وبدها الروس بدهم الارض. فصار اتفاقيه بين روسيا والدوله العثمانيه بالتهجير اذا امكن، بس الروس ما خلعونا من بيوتنا وسفرونا. بعدين الحقيقه الثانيه اللي لا تذكر، المهاجرين الشركس ما هاجروا بسفن روسيه. الدوله العثمانيه بعثت مئات البواخر، بواخر قديمة جدا، وهجرت الشركس، وكثير منهم هذه المأساة الكبيرة عند الشركس، كثير منهم ماتوا في البحر الأسود. حالة المخاض اللي أنا رحت من خلالها، مخاض إني أكون كمواطن أردني أولاً،
وشوي شوي أخفف من الحدود اللي كانت تمنع إني أنصهر في أردنيتي. حالة المخاض ما إجت بالهين، التحرر صار في كل الاتجاهات. أنا عندي التحرر صار من كل إشي كان يدقر تقدمي في الحياة، يدقر من إني أكون سعيد في بيئتي. والسعادة موضوع كثير مهم واحد يتوصل له، مين ما كان يكون. أنت بدك تكون مع نفسك، مع روحك، مع بيئتك سعيد، وفي حالة سلام، وفي حالة تصالح مع النفس ومع المجتمع ومع الوطن. هالحالة هاي كثير مهم نصلها كلنا، مين ما كان يكون، مين ما كانت خلفيته، مين ما كان هو. وهالحالة ما اجت بالسهولة، لأنه في عقبات عشائرية، في عقبات عائلية، في عقبات دينية، في عقبات من كل الاتجاهات. بس أنت كيف بدك تتعامل مع هالعقبات وتتخطاها، هو تيجي أهمية اكتشاف الهوية الذاتية. هويتك أنت مين؟ أنت في هالعالم مين أنت؟ أنت كعلي برمامد ذو الأصول الشركسية. طب أنت هلأ أنت مين؟ هل أنت الشركس القفقاسي المحارب على صهوة جوادك وحامل سيف الحرب طول عمرك، ولا أنت بتركب سيارة ساب وقاعد بالهيئة الملكية الأردنية وبتدرس عمارة وفنون بالجامعة وجزء من هالمجتمع هذا؟ طب هالنقلة التاريخية والنوعية والاجتماعية وكلها غصبت عنك. أنت بدك تتطور وتتحول وتصير إنسان مختلف. فهنا أنا توصلت لحالة السلام مع وضعي كما هو الآن. أنا الحمد لله وطني هون ومرتاح فيه وبحبه.